السلام عليكم يا جدعان. بقول لك ايه، ومشروع التخرج اللي احنا فيه ده انتوا عملتوا جروب، الناس كلها سلمت المشاريع بتاعتها وانتوا لسه ما عملتوش حاجه ولا انتوا بتحكوا في حاجه. ولا مؤاخذه يعني معانا هنا بنات قاعدين يكذبوا، ومش عارف واحده بتقول انا عملت لابويا كيكه ب7 بيضات، ومش عارف واحده ولا امبارح كانت منزله بتقول مش عارف عرض الحواجب من كوافير نونه. ولا مؤاخذه علاقه جروب المشروع بتاعنا ده بعرض الحواجب؟ يعني انا كواحد راح يعمل مشروع تخرج اعمل حواجب ليه؟ وانا رايح الرؤيه الشرعيه؟ عيب، انتوا بتحكوا في اي حاجه ليه يا جدعان؟ لا مؤاخذه يعني الناس كلها سلمت وانتوا ولا انتوا في البطيخ. الناس كلها معاها جروبات مشاريع حلوه، انا ربنا رزقني بشويه ناس بكابورتات صلاحيتهم منتهيه. انتوا حمضانين يا جدعان وسط المشاريع التانيه، في ايه يا جدعان؟ اول امبارح دخلت الواحد فيكم ما بيتكلمش اصلا معانا في الجروب بتاع المشروع ده، بقول له يا صاحبي معاك شريف عرفه تيم ليدر؟ قال لي حبيبي يا اخويا وانا ابراهيم ابو نشأت. يا عم هو يا صاحبي وانت مفكر ابويا اسمه تيم ليدر يعني ولا ايه؟ انتوا ده انتوا مش عارفين حاجه في دنيتكم. واحد تاني بيقول له المشروع ده يبقى بي دي اف ولا اختيارات؟ صباح الفل يا جدعان. ده كل ده غير بقى انكم بتحكوا في اي حاجه الا مشروع التخرج. يعني انتوا الجروب ولا مش عارف امبارح ولا امتى واحده بتحكي بتقول يا بنات اللي معانا هنا ايه رايك؟ اصل انا اما هتجيب لي 60 فوطه في جهازي و60 ملايه. يعني احنا مالنا بالملايات والفوط؟ وبعدين ليه 60 ملايه وانت تتجوز واحد اما يشخ على روحه؟ امك هتجوزك لطفل. وكل مره اروح السكشن الاقي الدكتوره بتقول جروب شريف عرفه ما يجوش ولا سلمتوا التاسكات، خصم 20 درجه، خصم 10 درجات، ماينس 5 بجسمي عند الدكتوره شريف الماينس، شريف الناقص من كتر ما تنقصني. الدكتوره قالت لي ان يوم حفله التخرج التكريم هيبقى على الجي بي اي بتاع المشروع. يعني لو المشروع بتاعنا حلو هنلبس روب ذهبي، لو المشروع بتاعنا اقل سن هنلبس روب مثلا اسود. انا لو فضلت معاكم مش هلبس روب اصلا، انا مش هجيب حاجه. انتوا هتحضرونا حفله التخرج بجلابيه؟ ده انتوا هتحضرونا حفله التخرج ببوكسر يا جدعان. انتوا عايزين نتخرج وانا طالع معاش؟ حرام عليكم. والدكتوره قالت لنا اختاروا اسم يكون كرييتيف للمشروع، يعني اسم يكون مبدع، اسم يكون رايق. دخلت الجروب هنا لقيتكم مسمين اسم الجروب المشروع الكرييتيف. انتوا فاهمين الدنيا غلط. يعني لو الدكتوره قالت لنا اختاروا مثلا اسم يكون شاذ وغريب هلاقيكم مسمين الجروب المشروع الشاذ. انتوا في حاجه غلط يا جدعان فيكم. دي كنايه كنايه، انتوا مش يعني يوي.